اولت امبارح كده يا حبيب الزرزور وانا شايف صلاح بيحتفل مع جماهير ليفربول بالفوز بالدوري. افتكرت ان لما صلاح اتعرض على كلوب رفضه وقال انا مش عايز اللاعب ده جوه النادي، والسبب يا حبيب الزرزور مش هيجي على بالك. صلاح يا حبيب الزرزور لما كان متألق مع روما اداره ليفربول كانت عايزه تجيبه، ولما عرضوه على الولا كلوب قال لك لا انا مش عايزه، امكانياته مش هتساعده مع خطه لعبي. بس في 3 من مديرين التعاقدات في النادي اقنعوا كلوب. مين هم يا حبيب الزرزور؟ اول واحد فيهم مايكل ادوارد المدير الرياضي، وعمك بيري هينتر مدير الكشافين، واين جرام ده مدير الابحاث يا حبيب الزرزور. ال3 دول يا حبيب الزرزور كانوا شايفين ان صلاح هيبقى مفيد قوي للفرقه، الا كلوب عشان يحصل اجتماع طارئ ما بين ال3 دول وكلوب ويقنعوه ان صلاح هيبقى احسن من الصفقه اللي هو عايزها، عشان كلوب بيقول لهم ان في لاعب الماني اسمه جوليان براند ده اقوى من صلاح مليون مره، لو عايزين تتعاقدوا بجد تعاقدوا مع دوت وفكوكوا من صلاح. عشان يحصل اجتماع طارئ ما بين ال3 دول وكلوب ويقنعوه ان صلاح افضل منه بالارقام والاحصائيات، وفعلا تعاقد ليفربول معاهم وبقى صلاح اهم لاعب واهم من جوليان براند دوت.